يا مساء الأنوار، وشك ولع نار. في الفيديو ده أعلمك إزاي تبعت رسالة لأي حد على الواتساب بنفسك بدون ما تحتاج ولا تلجأ لأي حد، بدون أي مساعدة من مصدر خارجي، يعني كله بنفسك. وكمان هعلمك إزاي ترد على حد بعت لك رسالة. بص يا صاحبي، ده تطبيق الواتساب، خلينا نفتحه. فتحنا الواتساب، وليكن انا مثلا عايز اكلم الراجل ده، مثلا الراجل ده ما بعتليش المبلغ، فانا هدخل عليه اقول له فين. بص تضغط، بص انا هعيد لك اللقطه دي عشان بس انت شكلك مش فهمتها. الشخص ده هتضغط عليه ضغطه كده هتلاقي فتح الشات، هتنزل تحت هتلاقي في مكان للكتابه، هتضغط عليه هيظهر لك الكيبورد. وليكن انا عاوز اكتب له مثلا فين فلوسي ياد. فين فلوسي ياد، بص، وهتضغط ارسال. بص يا صاحبي، بس انا عشان مش فاتح نت حاليا، يعني مش مشغل الواي فاي، فهي ما وصلتش. لكن انت لو مفعل، لو فاتح نت في الموبايل هتلاقيها عملت صح او صحين، فكده دليل انها وصلت. تمام. عايز برضو ترد على حد هو بعت لك نفس الموضوع يا صاحبي، حد بعت لك مثلا هنا، اضغط تحت تكتب الرد اللي انت عايزه وتدوس ارسال، او ممكن تسجل له ريكورد من هنا. بس يا صاحبي، دي الطريقة الصحيحة لازاي تبعت رسالة لأي حد على الواتساب، وازاي تستقبل برضو أي رسالة من أي حد على الواتساب وترد عليها بنفسك. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات وتضغط لنا لايك للفيديو. السلام عليكم.